امبارح وبعد اعلان نتائج الحفل الافضل ذا بيست من الفيفا حدث جدل كبير جدا على الاختيارات. اذا كان ميسي هل هو بجد يستحق افضل لاعب في العالم، او حتى الحارس هو ازاي الحارس ايمانويل مارتينيز هو افضل حارس في العالم وفي نفس الوقت مش موجود ضمن التشكيله المثاليه لافضل 11 حارس في العالم. النهارده انا جاي اجاوبك على كل الاسئله اللي بتسالها لنفسك، اذا كان ازاي الحارس موجود هنا ومش موجود هناك، وفي نفس الوقت هو ازاي اصلا بيختاروا اللعيبه وازاي بيتم تسليم الجوائز وما الى ذلك. فقبل ما نبدا لايك واشتراك ويلا بينا. اول حاجه لازم تعرف ان التصويت هنا بيبقى من عن طريق 4 خطوات. اول حاجه الجمهور، تاني حاجه قادة المنتخبات، تالت حاجه مدربين المنتخبات، رابع حاجه اعلاميين وصحفيين مختارين بعنايه ودقه من الفيفا. فكل نسبة من دول بتاخد 25% بالظبط من حق التصويت، يعني كل نسبة بتعمل نفس المفعول بتاع النسبة التانية. الويب سايت بتاع الجماهير زي اختيارات المدربين زي اختيارات الاعلاميين زي الصحفيين زي كل حاجة، يعني مفيش فرق حاجة عن التانية. يعني ما حدش يقولك مثلا محمد صلاح مثلا خسر التصويت دوت علشان الصحفي الفلاني ما صوتوش، كان ممكن يعوضوا بتصويت الجماهير او حتى بالمدربين او اللاعبين. ازاي بقى بيختاروا اللاعبين؟ يعني انا دلوقتي مثلا فليكن انا من صحفيين المختارين عن طريق تمثيل مصر في الاختيار الفيفا، قالوا لي اختار افضل 3 لعيبه في العالم. هقول لهم مثلا ميسي في الاول، بنزيما الثاني، امبابي الثالث. كده ميسي خد 5 نقاط، بنزيما خد 3 نقاط، امبابي خد نقطه. ليه بقى؟ علشان المركز الاول في الاختيارات بياخد 5 نقط اللي هو ساعتها كان ميسي في حالتي انا، وبنزيما خد 3 نقاط كان المركز الثاني، والمركز الثالث اللي هو كان امبابي خد نقطه وحيده. ولما حسبنا الحسبه دي لقينا ان زي الصوره قدامكم دي كده مثلا عندنا واحد زي محمد صلاح اللي خد فقط نقطتين من التصويت، ده معناه ان مفيش بس غير 2 صوتوا له في المركز الثالث عشان ياخد نقطه ونقطه. وعندنا مثلا واحد زي ميسي اللي عرف يفوز بالتصويت دوت لما جمع 52 نقطه، كان وراه على طول امبابي عرف يجمع 44 نقطه، وبعديها على طول كمان كريم بنزيما اللي جمع 34 نقطه بس. بعيدا عن الالقاب والبطولات، فانا جاي النهارده اقول لك ليه مثلا الحارس مارتينيز ما كانش موجود مكان كورتوا في التشكيله الاساسيه لافضل 11 لاعب في العالم. الحقيقه علشان سبب بسيط جدا، ان نظام التصويت في الفيفا افضل لاعب في العالم البيست اللي هو بتاعت ميسي خدها ديت وهو وسكالوني وما الى ذلك، غير نظام التصويت في التشكيله المثاليه. ليه بقى؟ علشان في التشكيله المثاليه في حاجه اسمها الفيفا برو، ودوت هو زي نقابه اللاعبين المحترفين باكتر من 1200 لاعب قبل كده محترفين اذا كانوا معتزلين او حتى بيلعبوا حاليا. بيبعت لهم كل سنه رساله يقول لهم اختاروا التشكيله المثاليه، اختاروا 3 هجوم 3 وسط 3 دفاع، واكتر لاعب متكرر من المراكز دي بيتخط في المركز خطه. يعني بمعنى اصح، مش معنى ان صلاح بيلعب جناح اللي هو ممكن عادي جدا تلاقيه في التشكيله الاساسيه بيلعب سترايكر زي ما شفنا مبابي وهالاند وميسي وبنزيما مثلا في التشكيله الاساسيه بتاعه الموسم دوت، مع ان كلهم في الحقيقه ما ينفعش يلعبوا في خطه واحده. وده معناه ان في التصويت الاولاني مارتينيز كان افضل حارس في العالم، وفي التشكيله الاساسيه من الفيفا برو نقابه اللاعبين المحترفين اختاروا ان كورتوا هو الاحسن وده الاقدر وده الاحقيه الحقيقيه، عشان مارتينيز ما عملش في 3 صديات اللي حلته ياخد الجائزه دي. اول صدي كان ضد استراليا في دور 16 في كاس العالم للمنتخبات في قطر 22، وبرده الثاني كان تصدير ركلات الترجيح امام هولندا في نصف نهائي كاس العالم بتاع قطر 2022. وعندنا ارضو تصدي كولو ماني في الدقائق الاخيره في نهائي كاس العالم قطر 2022، وكان احدى اسباب الفوز المنتخب الارجنتيني بكاس العالم. وحسب موقع الفيفا الرسمي فان في تصويت الفيفا برو نقابه اللاعبين المحترفين شارك اكتر من 18000 لاعب في هذا التصويت، وهم اللي عرفوا يطلعوا بافضل 11 لاعب في العالم. ده معناه ان التصويت هنا مش بيبقى عن طريق الفيفا زي الناس ما بيقولوا مثلا ان ميسي مدلل شويه من الفيفا او ان ده مضطهد شويه، لكن هل ده معناه بجد ان ميسي هو كان احق واحد فيهم في الفوز بجائزه ذا بيست؟ في الحقيقه هو ولا حقهم ولا مش حقهم. يعني من وجهه نظري التلاته كانوا يستوقعوا 100%. هتقول لي ميسي ما لعبش غير كاس العالم، هقول لك صح، بس عندك واحد زي دييجو ارماندو مارادونا سيرته كله وكل تاريخه عمله على حس كاس العالم 86 في المكسيك، غير طبعا اصلا ان جون واحد اللي حلاه يعتبر تاهل من انجلترا كان بالايد، يعني غير قانوني، يعني لولا الحكم ما خدش باله ما كانش مارادونا بقى مارادونا اللي احنا عارفينه. بنزيما عمل كل حاجه مع ريال مدريد، عرف ياخد كل البطولات الممكنه في ايد الملكي، عرف ياخد كاس العالم مؤخرا، عرف ياخد الدوري الاسباني، عرف ياخد الشامبيونز ليج مع اداء مميز طبعا مثلا ضد باريس سان جيرمان في دور 16 او تشيلسي في دور
الثمانية او حتى نهائي الليفر او مانشستر سيتي، فما حاجه ما نعرفش. لكن من وجهه نظري اللي لحد لو واحد زي كريم بنزيما ما يعرفش ياخد جايزه ذا بيست، هو بكل صراحه وكل يعني شفافيه، هو كريم بنزيما ما لعبش كاس عالم. اذا كان اتصاب، اذا كانت مؤامره من ديشامب عشان عايز يلعب جيرو، مادام لو كان لعب بس ماتشين في كاس العالم عرف يسجل هدف او هدفين، كان الجائزه دي بالنسبه له محسومه. لكن يشاء القدر ان هو ما يلعبش ويتصاب اصابه تمنعه عن الملاعب فتره كاس العالم. بالنسبه لمبابي اللي هو يسجل هاتريك في نهائي كاس العالم، ده ما حصلش من ايام بيليه اللي ابيض واسود يا باشا، فطبيعي اللي هو يترشح. اي نعم ارقامه اغلبها في الدوري ضعيف نوعا ما، وهو بيلعب جنبه ميسي ونيمار، يعني اسيستات وفرص بالهبل، غير طبعا المستوى اللي كان ممتاز مع منتخب فرنسا في كاس العالم، عرف يفوز بهداف كاس العالم بفارق هدف عن ميسي، وميسي اللي عرف ياخد افضل لاعب في كاس العالم. ميسي برضه كان عنده رقم انتوا ممكن تبقوا ناسينه شويه، عارف يكسره في كاس العالم، وهو اللي هو بقى يسجل في كل الادوار الاقصائيه، هو اللاعب الوحيد اللي عارف يسجل في دور 16، دور الثمانيه، دور ربع النهائي اللي هو دور 8 برضه، في دور نصف النهائي، ودور النهائي. من وجهة نظري صراحة كان في شوية ظلم من هذه المظاهر، مثلا استبعاد فينيسيوس من القائمة من الأساس. فينيسيوس عمل موسم جبار مع ريال مدريد ولا زال لغاية دلوقتي بيقدمه، ليه استبعد محدش يعرف. مثلا بالنسبة لي كان ينفع أصلا إيمانييلو مارتينيز يتأهل أو حتى يعني يفكر هو يخطوه مع أفضل حراس المرمى في العالم. هو حارس مرمى على قده جدا، أي نعم أحسن من واحد من أفضل الحراس اللي مروا في تاريخ الأرجنتين، لكن ده مش عشان هو حارس كويس، علشان الأرجنتين ما عرفتش تجيب حراس كويسة. في النهايه قبل الختام احب اقول يعني ترشيحاتي ويعني او رايي انا في مين هم افضل جائزه ذا بيست كده، بس عاوز اظننا بالنسبه لي افضل لاعب كان ممكن ياخدها ما بين بنزيما او ميسي، فانا هسيب الاختيار دوت يعني ليكوا انتوا. انا شايف ان الاثنين يستحقوا بنسبه 100%. في المركز الثاني احب اقول لك ان افضل مدرب بالنسبه لي كان هو انشيلوتي. اي نعم انا حتى الان مش مقتنع بيه فنيا، لكن الارقام تتكلم، هو خد كل حاجه ويقدر ياخدها مع فريق ريال مدريد. حتى كان عنده بعض الاوقات اصابات وازمات، يمكن عنده اخطاء تكتيكيه مثلا زي مثلا الخطا اللي عمله في ماتش برشلونه 4-0 دوت، لكن الخطا دي ما اثرتش على الفريق نفسه، وعرف ياخده بيه دوري ابطال اوروبا، وعرف يعمل كذا رومنتادا على كبار اوروبا. افضل حارس مرمى انا شايف كان فوت تروح لتيبو كورتوا، عشان الموسم اللي عمله الخيالي مع ريال مدريد، بالذات مباراه النهائي ضد ليفربول. يمكن الحلاش كورتوا ياخد هذه الجائزه هو ان الناس لسه فاكره اداء منتخب بلجيكا في كاس العالم، الاداء اللي كان متواضع جدا، اللي خرجوا من المجموعات، اللي كسبوا يا دوب كندا وتعادلوا مع كرواتيا وخسروا من المغرب. وفي النهايه ما تنساش اللايك والاشتراك، وسلام.